الموقف مشتعل يا شيخ حازم، كيف ترى ذلك؟ يعني أولا أنا طبعا كنت أتمنى أني أستطيع مواصلة الحوار إلى أبعد مدى قربا نفسيا من حضرتك، لكن هتسامحني أن أنا مضطر أروح إلى بداية التحرير فورا، فمش هقدر أستنى. عندي نقاط محددة. أولا حسين طنطاوي وسامي عنان كده خلاص مشيوا. أنا بقول لهم اركبوا الطيارة، مفيش قدامهم غير يركبوا الطيارة دلوقتي ويمشوا فورا. لم يعد هناك أي شيء تاني مطلقا. لازم يبقوا عارفين حسين طنطاوي وسامي عنان ان وجودهم في مصر انتهى. اذا مش فاهمين كده خلاص، فضلا عن وجود 24 ساعة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة يصدر قراره اذا لحق. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، كلمة البلطجية، بقول لكل الناس اللي بيسمعوا حضرتك انسى كلمة بلطجية، لان البلطجية دول المصلحجية اللي له مصلحة. اللي له مصلحة دلوقتي ده اللي بيبقى مش موجود في الشوارع، لأنه ده مش هينزل لا هيعرف ياخد من حد فلوس ولا هيبلطج على حد. آخر ناس ممكن يوجدوا في الأحداث بالصورة اللي احنا شفناها هي البلطجية. كلمة بلطجية كلمة لا وجود لها مطلقا في عناصر الموقف. البلطجي ده شخص بيفرض إتاوة شرط، إنما دول المتسلطين من جهات تتبع السلطة. لأن البلطجي ده في الوقت ده البلطجي بيؤثر السلام، يقول لك لا انا انزل وده كله موجود، زي ايام اللجان الشعبيه بتاعه 25 يناير. اللجان الشعبيه في 25 يناير حرامي ايه اللي هيمشي وكل مفرق فيه لجنه شعبيه، فده مستحيل تماما. فانسوا حكايه البلطجيه. البلطجيه هي حسين طنطاوي ومن يرسلهم وسامي عنان ومن يرسلهم، كلام واضح. واذا وصل الامر الى هذه الدماء ليس امامه الا انه يمشي دلوقتي حالا. النقطه الثالثه والاخيره، الآن هناك سباق. هذا أنا بقول ده آخر ما عندي من إخلاص. الآن هناك سباق، إما أن يدرك المجلس العسكري نفسه من ساعة إلى ساعة فيصدر القرارات اللي إحنا بنديله أوامر بإصدارها دلوقتي صراحة، اللي هي قرار تحديد هذا الموعد اللي إحنا بنقوله، واما انه ما فيش احداث هتستمر. في كلام عن حكومه سريعه لانقاذ وطني برئاسه الدكتور البرادعي، مرفوضه. ده دي اللعبه، هي دي الخطه القديمه بيسترجعوها مره ثانيه. مرفوضه الحكومه ام الدكتور البرادعي؟ طبعا. اصل الدكتور البرادعي انت عارف ان انا هقع في حرج انه داخل انتخابات الرئاسه وهو داخل انتخابات الرئاسه، انما اللعبه كلها الدكتور البرادعي بصرف النظر، يعني قصدي عن الدكتور البرادعي اللي هي لعبه حكومه انقاذ وطني وتسليم السلطه لها ومين اغلبيه الحكومه. لا 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 لا، انتهى الامر تماما. مفيش الكلام ده، ولا مجلس رئاسي مدني نقعد لسه نتناقش في اشخاص ومين وكده، ولا حكومه انقاذ وطني ما احناش عارفين هتاتينا بايه. لا، متاسفين جدا. خلاص الكلام مش هم قابلوا النهارده مضوا شخصيات، هو نفس الشخصيات راحت مضت للمجلس العسكري قالت له اعمل لنا حكومه علشان دي يحكمنا ناس برضو الله اعلم. كل دي اللعبه الجديده، اللعبه المرفوضه اللي لا يمكن تقبل، مش ما عدناش بلهاء.